سكور. هدف أول لصالح المريخ عن طريق إيدو موزيس. ينجح النيجيري في تسجيل الهدف الأول في هذه المباراة ويسجل ثاني أهدافه في الدوري الممتاز. إيدو موزيس النيجيري ينجح في تسجيل الهدف الأول بعد لعبة ثلاثية الأبعاد ما بين السماني ما بين إيدو موزيس وإيريك كامبالي. نجح النيجيري في تسجيل الهدف الأول في هذه المباراة بتسديدة قوية بالقدم اليمنى صعبة على فواد جمال. هدف أول لمصلحة المريخ في مرمى أهلي مروي، وهو الهدف رقم 22 في مجمل لقاءات الفريقين بالنسبة للمريخ. إذن إيدو موزيس كما سجل في شباك أهلي شندي ينجح ويسجل الآن في شباك أهلي مروي، يدون أول أهداف هذه المباراة هنا في ملعب المدينة الرياضية في كريمة. المريخ يتقدم في النتيجة على أصحاب الأرض فريق الأهلي مروي بهدف عن طريق النيجيري إيدو موزيس. كرة الآن في وسط الملعب مخطوفة تحولت مريخية. سماني محاولة تسديد المباشر لكن مرت لخارج الملعب. ما أخطر الهجمات السريعة التي تقطع من قسم الله. يلعب كرة بامتياز كبير لمحمد سعيد كويلا لقسم الله. تسديدة رائعة والكرة أروع من محمد المصطفى. تسديدة فيرست تايم على طريقة رائعة جدا من المهاجم القناص قسم الله الحاج. كاد أن يباغت الحارس محمد المصطفى بكرة رائعة تحولت إلى ركلة ركنية. محاولة خطيرة وهي الأخطر لأهلي مروي بتسديدة مباشرة على الطائر وكاد أن يسجل أهلي مروي التعادل. كرة ملعوبة وكويلا هدف رائع. كويلا محمد سعيد ينجح في التسجيل بكرة رائعة. هدف رائع، هدف التعادل وهدف على طريقة عالمية وبتسديدة رائعة من البديل. محمد سعيد كويلا خطف كرة مباشرة صعبة على محمد المصطفى دور التعادل. وفرحة كبيرة، فرحة كبيرة لأصحاب الأرض والجمهور فريق الأهلي مروي. كرة رائعة في المرمى، هدف التعديل وفرحة الأنصار والجماهير هنا في المدينة الرياضية بتسديدة رائعة على الطائر من كويلا يدور التعادل، يسجل التعادل لفريق الأهلي مروي وهو سادس الأهداف بالنسبة لأهلي مروي في مجمل اللقاءات مع المريخ.